هذا وعد الله الصادق الذي قال الله عز وجل فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذا وعد من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ووعد الله صادق، وهذا وعد من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سيجعل لأمته التمكين ويكون الولاة على الناس، فبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد. وحصل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الوعد الصادق. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب واليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر، وهاداه الملوك في زمنه، هاداه ملك الروم هرقل، وصاحب مصر والإسكندرية المقوقس، وهاداه ملوك عمان، وهداه أيضا ملك الحبش النجاشي الذي مات بعد أسحم رحمه الله لأنه كان مسلما. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار الله عز وجل له من الكرامة